السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام يفيدك. حلقة اليوم غادي نهضروا على كيفاش نتغلبوا على التسويف والتأجيل وعلاش كنخليو حياتنا واقفة بلا ما نحسو. كاين واحد العدو صامت اللي كيدخل لحياتنا بلا ما نحسو، اللي هو التسويف. كنقولوا غدا نبدا، من بعد نديرها، مني نكون مرتاحة، مني يجي الوقت المناسب. ولكن الأيام كتدوز والأسابيع كتفوت وحتى الأحلام ديالنا كيبقاو غير أفكار في الراس. التسويف ماشي غير كسل كما كيظن البعض، بالعكس مرات كتيرة كيكون مرتبط بالحالة النفسية، بالخوف، بالضغط، وحتى بانعدام الثقة في النفس. الإنسان كيكون باغي يدير الحاجة وعارف باللي خاصو يبدا، ولكن كيبقى مشدود بحال شي حاجة داخلو كتمنعو يتحرك. المشكل أن التسويف كيبان بسيط في الأول، كتأجل مكالمة، كتأجل تنظيف، كتأجل مشروع، كتأجل تعلم حاجة جديدة. ولكن مع الوقت هاد التأجيلات الصغار كيتجمعوا يوليو حمل كبير على النفس. كتولي كل مهمة بسيطة باينة ليك بحال جبل، وكتولي كتحس بالذنب حيت ما درتي والو، ومع الذنب كيجي التأجيل. بزاف ديال الناس كيعانيو مع هاد الحلقة: تأجيل، إحساس بالذنب، توتر، فقدان الطاقة، تأجيل أكثر. وداخل هاد الدوامة كيولي الإنسان كيحسب راسو كسول، وهو في الحقيقة مرات كثيرة كيكون مرهق نفسيا أو خايف من الفشل. علاش كنأجلو بزاف؟ أول سبب هو الخوف من البداية. أي حاجة جديدة كتطلب مجهود، ودماغنا بطبيعته كيبغي الراحة، كيحاول يقنعنا نبقاو في المكان الآمن. مثلا باغي تبدا مشروع، تقرأ، تفتح قناة، تبدل حياتك، ولكن كتسمع صوت داخلي كيقول ليك: واش غادي تنجح؟ واش ما تضيعش وقتك؟ خليها حتى تكون مستعد. وثاني سبب هو الكمالية. بعض الناس ما كيبداوش حتى يكون كل شيء مثالي، باغيين الوقت المناسب، المكان المناسب، الظروف المناسبة. والحقيقة الظروف المثالية نادرا ما كتجي. اللي كينجح هو اللي كيبدا ناقص وكيصلح الطريق وهو ماشي. ثالث سبب هو الإرهاق النفسي. إذا كان الإنسان مضغوط، مهموم، أو عنده مشاكل داخلية، حتى أبسط المهام كتولي صعيبة، حيث الطاقة النفسية هي اللي كتخليك تبادر. منين كتنقص كل شيء كيولي ثقيل. دابا كيفاش غادي نغلبو هاد التسويف؟ أول حاجة، ما تستناش الحماس. بزاف كيحسبوا بلي خاصهم يحسوا بالرغبة باش يبداو، ولكن الحقيقة أن الحماس كيجي من بعد البداية ماشي قبلها. بدا غير بخطوة صغيرة، وغالبا الطاقة غادي تجي من بعد. مثلا إلا بغيت ترتب دارك، ما تقولش خاصني نرتب كامل، قول غير غادي نرتب غير 5 دقائق. إلا بغيت تقرأ، قول غادي نفتح الكتاب غير صفحة واحدة. العقل كيتقبل الخطوات الصغيرة أكثر من المشاريع الكبيرة. ثاني حاجة، قسم المهمة. المهام الكبيرة كترعبنا. منين كتقول خاصني نبدل حياتي كتخاف، ولكن منين كتقول اليوم غادي غير نبدا خطة كتولي بسيطة. ثالث حاجة مهمة بزاف، سامح راسك. إلا بغيتي تخرج من التسويف ما تبقاش تسب راسك. الجلد المستمر للنفس ما كيحفش، بالعكس كيزيد يشلك. قول تأخرت، ولكن نقدر نبدا دابا. كل نهار فرصة جديدة، ماشي خاصك تستنى الاثنين أو بداية الشهر أو العام الجديد. وحاجة أخرى، سول راسك بصدق: شنو الحاجة اللي كنأجلها بزاف وعلاش؟ واش حيت صعيبة؟ واش حيت خايف؟ واش حيت ما عنديش الثقة؟ مرات الجواب الحقيقي كيكون عميق، وماشي في المهمة نفسها، ولكن في المشاعر المرتبطة بها. التسويف يقدر يسرق من الإنسان سنوات، أحلام كثيرة ماتت غير حيت صحابها بقاو كيقولوا
مازال الوقت، ولكن الوقت ما كيوقفش، وكل نهار كيدوز هو جزء من الحياة ديالك. إلا عندك حلم، فكرة، مشروع أو حتى تغيير بسيط في حياتك، ما تستناش تكون جاهز 100%، حيت حتى واحد ما كيبدا جاهز. السر ماشي أنك تكون مستعد، السر هو أنك تبدأ رغم الخوف، رغم الكسل، رغم الشك. أحيانا خطوة صغيرة اليوم كتبدل حياة كاملة غدا. أعزائي المستمعين، نتمنى نكون فعلا فدتكم، وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.